تخرج بنتك الصبح على المدرسة أو على الكذا أو على الزرع، وقف لها البس لبس محتشم، مو تتهاون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يتآمرون عليه ويريدون يقتلوه، وقبل هجرته وهو واصل إلى مرحلة، ولكن هو خير لأهله، يغار على أهله، يغار على شرفه، يغار على بناته. والغيرة على الأوطان. منو من عندنا يقول يفتخر يرفع راسه وشهم يقول أنا عراقي؟ ذهبت هذه. أنا من العشيرة الفلانية، وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. كنا قبل يعني الوطنية بلادك التي أنت عشت فيها. النبي رغم المؤامرات ويريدون أن يقتلونه يرتقي جبلا ويبكي دمعا، ثم يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي مكة، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وظل يتقلب ويئن شوقا إلى بلادي حتى نزلت: قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سيعيدك إلى بلادك. وطن. نملة نستهين، أهون الشيء، أهون الناظرين إليه. وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان ولد. غارت على أهلها، على وطنها، على جحرها. الله ليش يضرب لنا الأمثال؟ يقول: إذا نملة وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. غارت نملة فأعذرت وحذرت وأنذرت وبينت وفصلت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ألا نكون مثل تلك النملة؟ والآن يطالعنا الأنباء عن مقتل هذا الحقير أجلكم الله الذي أحرق القرآن. فمن الناس أيقاظ النيام كأصحاب، ونحن إذا ما أمرنا أو نهينا كأصحاب الكهف أيقاظ نيام. أكو ناس تتحرك عندهم الغيرة على كتاب الله. فالبارحة ونحن نسمع من دخل عليه وهو في بث مباشر فقتله، إن كان الخبر صحيحا، ولكن هناك أناس لا يصبرون على ضيم وهم يسمعون كتاب الله ويرون كتاب الله يحرق، فما زالوا به حتى أردوه قتيلا. وهذه الجذوة الطيبة، يقول أحد الذي أسلم من بريطانيا بروفيسور، يقول: إني لا أستطيع أن أفسر رجل جاء قبل 1000 تقريبا و500 عام وتخرج رسومات مسيئة عليه، فإذا بالشارع المسلم يغلي لنبيهم. من هذا الرجل الذي يحرك العالم بعد 1500 عام؟ هذه الغيرة عند الشباب، هم يريدون هذا منا، يريدون أن يطفئوا تلك الجذوة وتلك الغيرة على ديننا وعلى أعراضنا وعلى أوطاننا، فجعلوا كل في فلك يسبحون. شبابنا تاه، مثاله الأعلى لاعب كرة أو ممثل، أو تلقى حاط لك صورة كبيرة في بيته لرسام أو فنان، وتركنا تلك الأصحاب. إني لأعتبر الإسلام جامعة في الأرض لا محض دين سنه الله، أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ تتلاقى في خلاياه، دستوره الوحي والقرآن عاهله، والمسلمون وإن شتوا رعاياه. اللهم أصبحت أهواؤنا شيعا، فامنن علينا براع أنت ترضاه، راع يعيد للإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. أقول ما تسمعون.